9 انواع من البيرنتس هقوله لكم بس على كذا بارت، وانت تشوف انت اي نوع من البيرنتس دي. مستعدين؟ اول تايب elephant parents، ودولت الوالدين اللي بيبقى فيهم بعض صفات الاليفنت مع الاطفال، زي ان هم بيبقوا جنب اطفالهم جدا في كل مكان بيروحوه، دايما بيحتووا الاطفال بالايموشنال، يعني بالعلاقات العاطفيه، يحضنوهم، يتكلموا معاهم، يبقوا جنبهم، ولكن مش بيخلوا الاطفال يخاطروا، بيسيبوهم وقت ما يبقوا تينيجر يواجهوا الحياه. طيب ايه مشكله الطفل اللي عنده elephant parents؟ بيبقى متردد، بيبقى مش قادر يواجه اي حاجه صعبه، بيبقى دايما مرتبك وخايف. تاني نوع الكيرلينج بيرنتس، وده نوع من انواع البيرنتس اللي بيبقوا شبه، يعني ايه كيرلينج اصلا؟ الناس اللي بتنظف الملعب قبل ما اللعيبه تخش في العاب زي الهوكي عشان يضمنوا ان اللعيبه مش هيقعوا، وده بالظبط اللي البيرنتس بيعملوه. طيب الطفل اللي عنده كيرلينج بيرنتس هيطلع عامل ازاي؟ هيخاف يواجه اي مشكله، لان البيرنتس اصلا هم متصدرين الطريق بتاعه، مش هيعرف يحل مشاكله، هيبقى معتمد على البيرنتس، ممكن يهرب، ممكن هيبقى عنده سيلف استيم قليل شويه لانه مش عارف يواجه اي حاجه. ثالث نوع بلدوزر بيرنتس. بلدوزر جايه من جرافه اللي هو البلدوزر يعني، وده اللي بيشيل كل حاجه مره واحده، يعني لو شاف الطفل بيعمل حاجه غلط على طول يضرب او يرهب او يخوف من غير لا قواعد ولا كونفرزيشن ولا اي حاجه. والنوع ده خطر جدا، اللي بيحاول ينهي اي حاجه او اي تجربه بتبتدي مع الطفل بالعنف او بالترهيب او مثلا بالزعيق، وده نوع من انواع الاوفر بروتكتد بيرنتس اللي احنا مش عايزين نبقى زيهم. طب الطفل اللي عنده اهل كده هيطلع عامل ازاي؟ هيطلع جبان، هيطلع شخصيته ضعيفه، هيطلع مش قادر يواجه حاجه. هعمل بارت 2 واتكلم على باقي التايبس، بس عايزاكم تخمنوا وتتوقعوا ايه ممكن تكون الانواع التانية اللي ممكن نكون احنا منهم او بيرنتس حوالينا. يلا نكمل types of parents او انواع الوالدين اللي ممكن نشوفهم حوالينا وممكن نكون احنا منهم كمان. رابع نوع تايجر بيرنتس او الوالدين اللي لهم نفس صفات النمور. ايه صفات النمور او التايجر بيرنتس؟ اول حاجه بيبقوا ستريكتد، بيبقوا قاسيين شويه وعندهم قوانين صارمه، ولازم تعمل ده بالطريقه دي، ولازم تحقق الاتشيفمنت العاليه قوي، تحقق كل اهدافك العاليه وتعملها بالطريقه الصح، الطريقه البيرفكت. دايما في بيرنتس، في انواع من الوالدين عايزين يشوفوا عيالهم احسن ناس ويلبسوا احلى حاجه ويكونوا اذكى ناس، والنوع ده صعب قوي. طيب ليه النوع ده بيبقى صعب قوي؟ لان الاطفال بتطلع عندها قلق، مش قادرين يحققوا الرضا الداخلي، مهما يعملوا هيحسوا ان هم لازم يبقوا هاي قوي، لازم يحققوا الاحلى حاجه عشان يحسوا ان هم مقبولين، مش عارفوا يبقوا راضيين عن نفسهم. عشان كده تايجر بيرنتس مش احسن حاجه. خامس نوع اللي بفضله الباندا بيرنتس، الوالدين اللي صفاتهم شبه الباندا، والنوع ده حلو قوي لانه بيساعد الطفل ان يبقى عنده قرار ورأي. ازاي؟ بيوجهوه وبيرشدوه مش بيجبروه. يعني لما يبقى في حاجه يقولوا له الحاجه دي بتتعمل بكذا طريقه، انا عايز اشوف طريقتك، تفتكر نقدر نعمل ايه؟ وبيدخلوه ان هو ياخد قرارات معاهم. طبعا هنلاقي الطفل عارف ياخد قرار، ليه رأي، يقدر يفرق بين الصح والغلط، الناس بتحترمه، هو يقدر يحترم الناس. النوع السادس جيلي فيش داد او جيلي فيش بيرنتس. النوع ده بيبقى شبه الجيلي، عنده فليكسبل لاي حاجه كده، مش عنده حدود للاطفال، عايز تعمل ده اعمله، مش عايز اوكي. بعض الناس بيقولوا ان هو غير متحمل المسؤوليه، ولكن الجيلي فيش بيرنتس هم اصلا عايزين يشوفوا شخصيات عيالهم كده، مش عايزين اي توجيه ولا عايزين اي حاجه ستريكت، بيسيبوهم كده. بس النتيجه للاسف الطفل بيطلع مفتقر الحدود، مش فاهم بعض الاداب، الليميتس او الباوندريز مش فاهم يعني ايه، وللاسف بيبقى عندهم قله ثقافه نفسهم. الفيديو الجاي هيكون اخر فيديو عن البيرنتس تايب، وهقول لكم ايه اكتر نوع حسيته قريب من شخصيتي. صباح الخير، النهارده اخر فيديو عن البيرنتس تايب، واللي لقيت نوع من انواع البيرنتس القريبه من شخصيتي، بس هقولها لكم بقى اخر الفيديو. رقم 7 حاجه اسمها فري رينج بيرنتس، يعني الوالدين اللي بيسيبوا مساحات مفتوحه بينهم وبين العيال. الولاد طلبوا مساعده، اوكي انا موجود، ما طلبوش قاعدين هاديين وقاعدين ساكتين. هتلاقوا دايما البيرنتس دول بيخلوا عيالهم يمشوا لوحدهم من غير ما يمسكوا ايديهم، يعدوا الطريق لوحدهم، يركبوا المواصلات في سن بدري شويه. النوع ده الاطفال بتطلع
بتطلع معتمدة على نفسها، ولكن ممكن بيكون في مسافة عاطفية واجتماعية بعيدة شوية بينها وبين البيرنتس. فيعني مش بيعرفوا يعبروا عن مشاعرهم قوي مع البيرنتس، ودي برضو ممكن تكون مشكلة. تامن نوع ده أسوأ أنواع البيرنتس، بيسموه فعلا أكتر over protected parents. ده التايب ده اسمه هليكوبتر بيرنتس، أو الوالدين المحلقين، اللي دايما عينيهم على العيال ومركزين معاهم قوي في كل كلمة وفي كل فعل، بيردوا مكانهم، مش بيخلوهم ياخدوا أي آراء في أي حاجة، سواء في اللبس، في الأكل، في الديسيجنز، في القرارات. لا، الأب هو اللي بياخد أو الأم هي اللي بترد مكان ابنها لحد حتى ما يشتغلوا، لحد ما يتخرجوا، لحد ما يتجوزوا. لا، ما تعملش أي قرار غير ما ترجع لي، غير ما تقول لي، عشان أنا ماما، عشان أنا اللي بحبك، أنا اللي خايفة عليك. النوع ده سيء جدا، لأنه بيخلي الأطفال مهما كبروا مش قادرين يتحكموا في حياتهم، مش قادرين يمشوا حياتهم، دايما حاسين بالجبن وبخوف بعيدا عن البيرنتس، ومش قادرين ياخدوا اي قرار غير لما يرجعوا للبيرنتس. وقراراتهم مبنيه على شخصيات البيرنتس، مش على شخصياتهم هم، على شخصيه ماما وبابا. فالنوع ده صعب جدا جدا جدا. النوع بتاعي بقى اللي انا حسيت قريب قوي هو اخر نوع، اسمه دولفين بيرنتس. دولفين بيرنتس او الوالدين الدولفين دول مؤمنين بالطبيعه السائده، يعني مؤمنين بمهارات وابداعات الابناء. انا هوجه وهرشد واحط رولز واحط باوندريز، بس في نفس الوقت عايزه اشوف ما يمكن رايك احسن من رايي، ما يمكن انت هتقول حاجه تعبر عن شخصيتك، فانا اعرف انت بتفكر في ايه. احب اشجعك على اي قرار تاخده، لو حاجه خدتها غلط احب ان انت تاخدها عشان تتعلم منها. والنوع البيرنتس دولت بيخلوا الاطفال واثقين من نفسهم جدا، عندهم شخصيه حتى هم صغيرين، يعرف يقول لا. مفيش مشكله من كلمه لا. البيرنتس الدولفين بيرنتس ما عندهمش مشكله مع كلمه لا، بس لا ليه؟ خلاص، طالما عرفت ان في سبب ذاتس فاين، انا لازم احترم ده. فالدولفين بيرنتس مؤمنين بالابداع، بالحريه، بالاحترام، حتى احترام اطفالهم واحترام اهلهم. بس كده. بعد كل التايبس دي، كل انواع الوالدين دولت، انتوا حاسين ان انتوا اقرب نوع ليكوا ايه؟ وايه النوع اللي انت كنت حاسس ان انت فيه وعايز تغيره؟ وايه افضل نوع من وجهة نظرك؟